السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي صديقاتي، كما كتشوفوا هنا طاز الغرزة، يعني الطاز الفاسي. اليوم إن شاء الله غادي ندير لكم درس في الطرز الفاسي، تعليم الطرز الفاسي، كيفاش تعلموا الطرز الفاسي أو طرز الغرزة. كما كتلاحظوا إن شاء الله غادي يكون كل أسبوع غادي يكون عندي درس في الطرز الفاسي، اللي كنتمنى انكم ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. اللوازم ديال هذا الطرز شنو نحتاجو هنا؟ كتلاحظوا هذه الكنفه هي كما كتلاحظوها، هي الكنفه. كنخدموا على الكنفه، او اذا ما كانت او كنخدموا على مرزايه. هي أو مرزاية، هادي مرزاية كتلاحظوها، أو كنخدمو على الكنفة. هي حنا هادشي اللي كتلاحظو هنا راه مطروز لا على الكنفة لا على مرزاية، يعني مطروز على الثوب عادي. هانتوما لاحظتو، يعني الثوب هاهو هادي كما كتشوفوه، كما كنخدمو عليه. كنهزو 4 الخيوط وكنخدمو عادي. خدمنا كذلك على هذا الطرز، خدمنا كذلك لاحظوا هانتوما الثوب اللي خدمنا عليه طرز الغرزه هاهو، يعني لا كنف ما خدمنا عليه لا بكنفه لا بمرزايه لا. نتوما لاحظوا لاحظوا الخيوط صغار والعيون ديال الغرزات صغار وكذلك خدمنا على هاد الثوب هذا. لاحظوا الثوب يعني يدخل مدمع عليه الطرز الفاسي او طرز الغرزه. ولكن اليوم ان شاء الله غادي نخدموا على الكنفه. هيا غادي نخدموا على الكنفه ان شاء الله، اللي كتشوفوا كنبدلوا نماذج باش ما تجيش لناش الخدمه عويجه مع مرمى. وكنديروا هذه الطريقه. كنحتاجوا المرمى بطبيعه الحال، كنحتاجوا بالنسبه للخيط حنا دابا غير غادي نتعلموا. هذه الخيط عادي ما درتش، اما الخيط ديال الغرزه راه كيكون خاص ديال الغرزه. علاش؟ حيت خيط ديال الغرزه مثلا يمكن لك تبنيه، يمكن له ما كيطلقش، كيبقى يعني اللون هو اللون. اما دابا انا نخدم معكم غير بهذه هديه تعلموا. كنحتاجوا الفتاق، هو الا درنا شي خطا ولا شي حاجه يمكن لك تفسقي ديك الخطا اللي درتي مثلا، ولا ضروري المقص ان شاء الله. نبداو بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله. كما كتلاحظوا كنديروا الخيط على 4. كنبداو باش نخدموا يكون الخيط هو الخيط على 4. كنبداو بهذه الطريقه. بدايه التعلم اول حاجه تعلمناها في الطرز الفاسي هي السلسله هذه اللي كتلاحظوها نتوما. نبدا معكم. هانتوما كنديروا الابره ديالنا هنا، كنخرجوها من تحت، كنهزو جوج الخيوط اللي هما هادو في الكنفه، الخيط الاول هاد الثاني. اما في المجرايه فكنديروا 4 ديال الخيوط بهذه الطريقه هذه. وكنرجعوا نديروا في هاد الغرزه هنا، كنجيو كما كتلاحظوا جوج الخيوط. هانتوما كنضربوا الابره ديالنا هنا، كنجيو هنا جوج الخيوط. ضروري هذه تعلموا، يعني ضروري هي من البدايه ديال الغرزه. اول حاجه تعلمنا لها هي هاد السلسله هذه. ثم كنخرجوا الابره ديالنا بهذه الطريقه. نتوما لاحظوا كنجيو لهنا حنا غاديين حتى كنكملوا السلسله ديالنا بهذه الطريقه هذه.
الخدمة كندير يد تحت المرمى اللي كتطلع الإبرة، ويد كما كتشوفوا هنا فوق المرمى باش كنشري الإبرة تذوب. أنا هذه الطريقة خدمتي. كنمشيو هكا بهذا الشكل حتى نكملو السلسلة ديالنا. لاحظوا في كنضرب الإبرة، هانتوما هنا ما قلت لكم كنجيو لهنا قدام الغرزة الأولى كنضربو هنا وهادي حتى كنكملو السلسلة ديالنا بهاد الطريقة. كنبقاو خدامين السلسلة ديالنا حتى كنوصلو هانتوما. لاحظوا دابا غادي نعمرو هاد السلسلة هادي. كيفاش غنعمروها؟ هانتوما لاحظوا على الإبرة درنا هنا، غادي نرجعوها نخرجوها من نفس الغرزة الأولى هنا. هانتوما لاحظوا نفس الغرزة هاي، غادي نضربو هنا، غادي نخرجو منها. دايما الغرزة كتكون عامرة من التحت ومن الفوق، يعني نفس الخدمة اللي الفوق كتخدم من التحت. هانتوما لاحظوا هاهي، لاحظوا هنا كنضربو هنا كنخرجوها من هنا. هنا كنخرجوها من هنا. لاحظوا ان هاد الغرزة هادي كتعمر، يعني هذا هو التعمر. كنعمرو من التحت في البداية كانت مخدومة، كانت بحال هذا الشكل هذا. دابا حنا كنعمرو كيما باش تجينا كيما الخدمة من التحت كيما الخدمة من الفوق بهاد الطريقة هذه. لاحظوا هانتوما هاهي كيما الخدمة ديالنا من التحت كيما الخدمة ديالنا من الفوق. هذه هي الغرزة اللي كتكون الخدمة ديالها صحيحة. اذا كانت خاوية من التحت ولا هذيك الخدمة ديال الغرزة كتكون خاطئة. كنمشيو بهاد الطريقة هذه. لاحظوا هنا ها الإبرة ديالنا حنا خرجنا الى ان كنساليو السلسلة ديالنا. بالنسبة للإبرة كاينة كنخدم انا هنا برقم 5. الإبرة رقم 5 هي اللي كنخدم بها دابا. فوالا دايره نسيت ما قلتها لكمش. كنبقاو غاديين بالخدمه ديالنا بهاد الطريقه هادي. كنضربو هنا من هاد الغرزه نيت، كنضربو هنا كنخرج الغرزه نيت هاد الى ان كنساليو السلسله ديالنا. ودابا من بعد ما كملنا السلسله ديالنا غنبداو نخدمو الخدمه ديالنا هادي اللي هي كنبداو بهاد الطريقه. هي لاحظوا كنديرو الإبرة ديالنا هنا الغرزة كنجيو نفس الخدمة. لاحظتوا يعني نخرجو من هنا، يعني السلسلة ضروري السلسلة حيت كتحتاج الغرزة بزاف. لاحظتوا ملي خرجنا كنجيو لهاد الغرزة هادي كنخرجو الإبرة ديالنا. لاحظوا خرجوا الإبرة ديالنا من هاد الغرزة هادي وكنشدو كنضربو هنا في هاد الغرزة هادي وكنخرجو الإبرة ديالنا من نفس الغرزة الأولى وكنضربو الغرزة ديالنا هنا وكنخرجوها من هاد الغرزة هادي. لاحظوا وكنضربو الغرزة ديالنا هنا وكنديرو كنمشيو بالخدمة ديالنا كنضربو هنا في هاد الغرزة هادي وكنضربو في هاد الغرزة هي وكنضربو هنا الغرزة هادي. لاحظوا معايا مزيان. كنجيو باش غادي نديرو هاد كنجيو نضربو هنا كنخرجو الإبرة ديالنا من هاد الغرزة هادي
كنضربو في هاد الغرزة. لاحظوا كنضربو هنا نخرجو من هنا، هانتو يعني ساهلة مكاين حتى شي صعوبة. كنضربو الإبرة ديالنا هنا، كنجيو كنخرجو الإبرة ديالنا من هنا. نتوما لاحظوا نخرجو الإبرة من هاد الغرزة هادي. فغنديرو هاد كنضربو هنا، كنخرجو الإبرة ديالنا هنا، هانتو كنضربو في هاد الغرزة هادي، كنخرجوها من نفس الغرزة هادي هي. كنجيو لهاد الغرزة هادي نخرجوها بهاد الغرزة هادي، كنضربو هنا، كنجيو لهاد الغرزة ونضربو هنا بهاد الغرزة هادي، كنجيو لهاد الغرزة كذلك. كنمشيو بالخدمة ديالنا. كنتمنى يكون الشرح ساهل ومبسط. نتوما لاحظوا كنضربو هنا، كنخرجو الغرزة ديالنا، الإبرة ديالنا بهاد الغرزة هادي، كنجيو لهاد الغرزة كذلك، كنخرجو الإبرة ديالنا من هاد الغرزة هي، كنضربو في هاد الغرزة ها هي، كنخرجوها من هاد الغرزة هادي. دابا غادي نديرو كنضربو هنا وغادي نجيو لهاد الغرزة هادي هي. ولاحظوا ساهلة، ها هي كتمشيو هاد الطريقة هادي. كنمشيو بهاد الطريقة هكا حتى كنساليو هادو. كانت المعلمة ديالنا كتقول لهم في ليلسات كنضربو هنا، كنضربو فهاد الماء. يعني ماشي دابا راه زمان دابا باش تعلمت غرزة. كنت كنقرا في الثانية في الثاني اعدادي ربما، او من الكاتريام يعني التاسعة. كنت ديك الساعة تعلمت، وكنت كنقرا في الصيف، كنخدم للناس الغرزة باش في ايام الدراسة كندخل كنشري منهم كتوبة، نتعاون بهم بالكتوبة باللباس. كناش كنخدمو على مرزايا ولا الكالفا، وإمنا ما كنا كنخدمو على التوب. كان التوب الحساب، كنحطو سميتو التيشيرت مع الأثواب حريشة بحال هاديك التوب اللي يعني كانت أثواب صعيبة كنا كنخدمو فيها. وكنت كنخدم يعني مدة يعني سنين. نقدر نقول لكم أول صنعة تعلمت لها كانت هي الصنعة ديال الغرزة والطرز الفاسي. يعني خدمت فيه كتير بزاف. كما قلت لكم كنت كنقرا في ايام ديال الصيف، كنت كنخدم للناس. كتلاحظوا كنمشيو بهاد الخدمه ديالنا حتى الاخر. من بعد ملي كنوصلوا الخدمه ديالنا هنا كنمشيو نديرو الطريقه هادي، كنخدموا كنعمروا هاد السلسله ديالنا بهاد الشكل هذا بحال الطريقه الاولى. هاد الطريقه هي كما كتلاحظوا، وكنمشيو بهاد الطريقه الى ان كنساليو السلسله ديالنا حتى الاخر. كنبقاو خدامين الخدمه ديالنا كما كتلاحظوا حتى نفس الخدمه اللي الاولى، السلسله الاولى بهاد الطريقه الى ان نكملوا الخدمه ديالنا. وما تنسونيش باللايك، والى اسبوع قادم ان شاء الله في تعليم طرز الغرزه ان شاء الله.